ألم نشرح لك صدرك. اللهم بحق هذا الآية أن تشرح صدورنا وتيسر أمورنا وتستر عيوبنا وتجعلنا من الذين يخافون يوما لا ينفع فيه مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم نظف قلوبنا من الغل والحقد والظلم وحب النفس. اللهم استغفرك وأتوب إليك إني كنت من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم كلكم جميعا يا رب تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال. وحشتني كتير كتير من الفيديو اللي فات. طبعا انت يا جماعة عارفين ان الريف الصعيدي ريف مصر في الصعيد، يعني ريف الصعيد المصري هما بيشبهوا كتير كتير للدول العربية الخليجية، الخليج يعني أهل الخليج. فريف الصعيد بيشبه كتير في أكلاته، ممكن متقاربين في اللهجة ليهم. فطبعا أنا لما شفتهم بيعملوا الأكلة دي، فالأكلة دي احنا بنعملها، بس هما بيسموها اسم واحنا بنسميها اسم، وبنعملها بطريقة مختلفة. يعني احنا بنعمل الأكلة دي بس بنعملها بطريقة مختلفة، والاسم اللي احنا بنسميه بيختلف عن تسميتهم. بس بصراحة شفت قناة حلوة جدا جدا وست محترمة جدا جدا أنا بحبها في الله. هي عملت الطريقة دي في الأكلة، يعني الأكلة دي أردنية فلسطينية بصوا مصرية، يعني شوفوا شاملة جميع الدول العربية. بس يا جماعة والله بالله عليكم لو حد من الدول العربية بيعملها بطريقة غير دي ما يقولش أي حاجة، لأني أنا والله أنا بعمل الأكلة دي. يعني أنا بعملها كتير قبل كده، بس شوفوا الطريقة بتاعتها والله لأول مرة. طريقة الأكلة اللي أنا هعملها حاليا دلوقتي لأول مرة، بس بصراحة طلعت حلوة جدا جدا. يا ريت والله كلكم تجربوها، ان الاكل دي طلعت حلوة جدا جدا وسهلة جدا جدا. وبصراحة يعني برافو عليهم، هم عندهم ذوق جدا في الاكل، لان الاكلة طلعت حلوة. انا عملتها وخلاص وكنت اجربها بس طلعت حلوة، وكنت اول مرة ندوقها، والاول مرة نعمل التشكيلة، ان احنا بنعمل برضو الاكلات دي بس بطريقة مختلفة زي ما قلت لكم. اهم حاجه متنسوش ام محمد بالاعجاب، واللي بيشوف قناتنا لاول مره يشترك لنا فيها ويفعل الجرس ويضغط على كلمه الكل علشان اي جديد احنا ننزله يوصل على طول. احنا قناتنا قناه ريفيه ومحتوانا ريفي، اي حاجه بنقدمها في قناتنا فهي ريفيه. بيتكلم عن حياة أهل الريف والتراث القديم وجداتنا ازاي كانوا عايشين وشغلوا مع الكانون والفرن الطين، والحياة البسيطة الطبيعية، حياة أهل زمان اللي كلها رضا وطيبة. بصوا بقى يا جماعة، النهارده هنعمل لكم بقى المسخنه دي هي معروفه في الاردن وفلسطين، فهم عارفين اسمها وعارفين انا هعمل دلوقتي. فبصوا انا طبعا الرجاج، انت عارفين انا بعمل رجاج، وعارفين طبعا يعني بصوا انا بعمل رجاج معاكم على طول. فلقيت الرجاج بيتعمل، طبعا احنا عادي ممكن نعمل الرجاج دي كصواني ونحط في قلبها لحمه وعادي، بس ما عملناش الاكله اللي انا هعملها دلوقتي دي. لما لقيتهم بيعملوها ومسمينها المسخنه، فانا قلت طب ما لا ما اجربش واعملها زيهم. طالما انا بعرف اعمل رجاج، طالما انا هعرف اعمل الحاجات اللي هم بيعملوها، طب انا ما اجربش التشكيله في الاكل. يعني احنا يعتبر من غير التشكيله بتاعه الاكل. بس بصراحه طلعت جميله جدا جدا جدا. اولا انا عملت الرغيف بالطريقه اللي انت شفتوها دي، الراجل اللي بعمل معاكم على طول، العجينه اللي بعجنها معاكم على طول. طبعا انا ما جبتش من اول عجينه عشان الفيديو ما طولش، لان والله الفيديو ده كان طويل جدا جدا، انا صرحت فيه كتير قوي. بصوا الرجاج ده انا طبعا بعمل معاكم على طول، وشفتوا طريقه عجينته وكل حاجه. انا جايبه لكم الوقت من بدايه الفرد على طول، يعني انا قطعت معاكم كورت العجين كور معاكم وفردته. وطبعا انا في الاول زي ما شفتوا انا ولعت على لحمه وز، لان الاكله دي هم بيعملوها بلحمه دجاج، يعني هم بيقولوا دجاج، لحمه الفراخ البيضه، بلحمه الفراخ البيضاء. فانا طبعا بعمل المتاح، وانتي واي حد بيشوفني اي حد يعمل المتاح ليه يا جماعه. انا بقى عملت المتاح ليه، اللي متاح ليه في البيت، فاهمني. فانا طبعا ما كانش عندي فراخ بيضة، انا عندي لحمه وز. فلحمه الوز اللي عندي، فقلت هي ليه ما تنفعش، ما طبعا هتنفع عادي، اي حد تعمل هتنفع. هما طبعا بيجيبوا لحمه الدجاج بعد ما بيتبلوها كده ويظبطوها وكده، وبيحطوها في البصل مباشره وهي نيه، يعني بيدبروا البصل الاول ويحطوها في البصل وهي نيه. لا انا قلت لا بقى انا ما استفدش بالشوربه، لا انا لان لحمه الوز بتكون امكن سنه عن لحمه الفراخ البيضه، وانتوا عارفين كده كويس. فانا قلت انا اجيد اخليها تاخد فوره كده على الكانون، او على بال ما اعمل الرجاج افرد الرجاج وطيب الرجاج تكون لحمه الوز خدت لها فوره، منها استفيد بالشوربه
اخد الشوربه اعمل عليها بقى رز، مكرونه، ملوخيه، اعمل اللي انا عاوزاه على الشوربه اللي هي بتاعه الوز دي، بدل ما انا احط لحمه الوز نيه كده في البصله ومش هلقى لها شوربه. ماشي. فانا قلت اخليها تفور نص فوره، منها ان هي تبقى حلوه ودايبه في العيش وطايبه وحلوه، ومنها تاني ان انا استفدت بالشوربه. ماشي. فانا رحت مولعه لحمه الوز زي ما شفتوا كده، وحطيت طبعا معاها البهارات والتوابل والحاجات الحلوه اللي انتوا عارفينها، وورق اللورا والحاجات الحلوه. رحت حطاها في الشوربه وحطيت معاها الوز. طبعا بعد ما بيتغسل غسله حلوه جدا جدا جدا، ويشوفوا وبخل وملح وبقى ماليش حل كده. عامه هو لحمه الوز ما بتكونش زفره يا جماعه، ان الوز زي ما انتوا عارفين اكلاتها نظيفه، بس احنا برضو لازم ننضفها. فبصوا بقى هنا انا ولحت كده، قلت قبل ما ياخدوا لهم فوره على الكانون، اكون انا فردت الرجاج وسويتها كده على الرجاج. والله يا جماعه اليوم ده انا كنت صايمه، بالله عليكم وهتنسوا الاعجاب، بالله عليكم شوفوا اللي انا عملته ده كله. انا ولحت فرن، ولحت كانون، ولحت الكانون تاني تحت الرجعه، تحت الصاجه اللي انتوا شايفينها دي، يعني الصاجه اللي انتوا شايفينها بطيب عليها العيش دي، تحتها نار برضو كانون، والكانون ده والفرن. شوفوا انا صايمه، يعني عملت الاكله دي كلها وانا صايمه. فبالله عليكم بقى تشجعونا كده وعشان احنا نستمر معاكم وتراعوا بقى اليوم ده. انا كنت تعبت فيه جدا جدا جدا، لان شوفوا انا كنت هموت من العطش. وبعد ما عملت الاكله الحلوه دي في الاخر، انا لما فطرت على ميه كتيره قوي، ولما كلت اكله بسيطه، بس بعدين بقى كده في اخر الليل كلت بقى منها اكله حلوه. بس مش بسم الله ما شاء الله، والله يا جماعه كانت انا مش قادره اقول لكم حلاوه وطعامه الاكله دي. كده هما بيسموها المسخنه زي ما احنا اتفقنا، احنا بقى بنسميها رجاج محشي باللحمه، رجاج معمول رول كده باللحمه، احنا بقى بنسميها اسامي تاني. اول حاجه انا جبت بصل كتير كتير، هتشوفوا دلوقتي معايا بصل كتير، يعني انت بقى عايزه على قد ما تحط بصل حطي. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده، انا كان معايا يعني حوالي يجي كيلو ونص او 2 كيلو لحمه وز فاهمني. فرحت عامله كده حوالي 5 بصلات كده. طبعا انا بقشر البصل، بعدين اغسل غسله حلوه، وبعدين بقى انا ابدا اخرط البصل، لان انتوا عارفين قشره البصل من بره بتكون عليها تراب، عليها حاجه كده. فطبعا احنا بنخرطها، فطبعا ايدينا بتدل وكده، وممكن البصله تتعفص مننا. فانا طبعا بقشر البصله وبعدين اغسلها غسله واثنين وثلاثه، وبعدين ابدا اخرطها. فانا بقى خرطت البصله خرطه حلوه كده، وبعدين سبتها على النار بقى سبتها تتبل، يعني تدبل فاهمني، حطها على النار تدبل، خليتها دبلت يا دوبك دبلت على النار. وكان معاها بقى حته زبده بلدي وكده، ودبلتها على النار، حته زبده بلدي صغيره مش كتيره. ورحت بقى ورحت حاطه لها بقى حبه ملح وكده، ورحت بقى نزلت فيها بلحمه الوز اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي لما انا انزل في البصله بلحمه الوز. وخدت بقى منها الشوربه، يعني انا كده استفدت بشوربه وحطيت لحمه الوز، لان مش هينفع ان انا احط لحمه الوز مع البصله، مش هتطيب يا جماعه، مش هتطيب. زي ما انتوا عارفين ان دي اكسه سنه من لحمه الفراخ. لحمه الفراخ هما بيحطوها نيه في البصله، شايفين الطريقه ماشيه ازاي. عملت رجاج عادي خالص زي ما بعمل معاكم كل مره. وبعدين انا كنت مولعه على لحمه وز. انت بقى عندك فراخ حطي اللي انت عايزه، تحطي فراخ كده على البصله، تخلي البصله تدبل وتحط عليها الفراخ مباشره كده عادي خالص، الفراخ البيضه. بس لو فراخ بلدي او وز او بط بلدي والحاجات دي كلها اللي هي بتاخد وقت في التسويه، او لحمه عاديه، لا اديها فوره الاول في الشوربه، هتستفيدي بالشوربه وهتخليها طيبه حلو. فبصوا انا نزلت بقى على البصل عادي، يعني الطريقه هي اللي بيعملوها بالظبط، بس انا كل التغيير اللي انا عملته لان انت ما تمشيش على النمط بالظبط. شوفي انت تعملي الحاجه اللي انت شايفاها صح. انت ما عندكيش فراخ، فانت لازم تحطي، اجي بقى انا حاطه الوز كده في البصل، طب مش هيستوي فاهماني. فانت بقى تبقى عندك الحاجه المتاحه ليكي، وبرده تحاولي تشغلي مخك وتشوفي انت تعملها ازاي. بس المهم ان انت في الاخر توصل لنفس الطريق اللي هو اتعملت بيه الاكله. شايفين بسم الله ما شاء الله، انا لما بنزل اللحمه من على العظم ازاي بعد ما نبقى خدت بقى دور تاني يعني خدت وقت برضو مع البصله. لما البصله شايفين اصفرت زي عملت لون ذهبي غمجت. البصله كان مجرد دبلت بس، وانا نزلت فيها عليها بلحمه الوز بعد ما اتسلقت، وما كانش مسلوقه يعني للنهايه. وبعدين رحت نازله فيها فخدت فتره. فشايفين هي عامله ازاي، شايفين انا ما بخبط بالمعلقه بس على العظم اهو. شايفين اللحمه بتنزل تحل ازاي اللحمه بتنزل بكل سهوله، يعني هي بتنزل مفسخه واحده. هما بقى بيفسخوا لحمه الفراخ كده بعد ما بيقلبوها في البصله، بيفسخوها قطع صغيره وبيحشوها في الرقاق.
فانا طبعا لما بخرطها بالمعلقه كده، هي كده كده هي اتفسخت خلاص. لحمه الوز زي ما انتوا عارفين لحمه حمراء، مش لحمه بيضه زي لحمه الفراخ. فزي ما انتوا شايفين كده هي لحمه حمراء وبتكون مسكره جدا يا جماعه. فطبعا انا بفسخها كده بالمعلقه، واللي بلقى شبط يعني كده شويه بنزلها بايدي. يعني بسم الله ما شاء الله اللحمه نازله تحل حل من العظمه اهي. اهي بسم الله ما شاء الله، ومتبله بقى مع التوابل والبصله، يعني هي كميه بصل. انت هما خلي بالكم، هما بيزودوا بصل اكتر سنه، يعني هما بيزودوا بصل اكتر سنه من ان انا زودت ده. بس انا بصراحه عملت كل البصل اللي في البيت. انا لميت كل البصل في البيت وعملت يعني على قد اللي كان في البيت. انت بقى ما مش انت بقى عندك 3 4 جوات بصل تروحي تعملهم كلهم، لا انت اعملي مثلا حوالي 6 بصلات على مثلا كيلو ونص ولا 2 كيلو لحمه فراخ، مثلا 6 بصلات كبار حلوين كده. يعني هي بتحب الاكله دي بتحب البصل الكتير، فاهمني؟ هما بيزودوا البصل عن اللحمه. انا عندي هنا اللحمه كان ازيد من البصل، اللحمه كانت ازيد من البصل، فاهمني؟ لان اللحمه داخله على 2 كيلو، لحمه وز داخله على 2 كيلو. واما البصل ما كانش يعني كان حوالي ايه، يجي كيلو ونص ولا حاجه بصل، فاهمني؟ هو بيحطوا اكتر. شايفين بقى انا هنا عامله بقى، شوفوا شايفين التكه دي، انا هنا مسيحه سمنه بلدي زي ما انت شايفه كده، زبده بلدي، دي زبده بلدي صافي ما فيهاش اي سمنه تاني خالص، زبده بلدي انا سيحتها في الطاسه. وطبعا كل ما بلف الرول كده انا بغطسها في السمنه واحطها في الصينيه. هم بقى بيعمل بقى ايه بقى، هم بيحطوا كده زيت، بدل السمنه اللي انا حطاها دي حاطين زيت زيتون. هم بدل السمنه اللي انا حطاها في الطاسه دي هم بيحطوا زيت زيتون، ويعملوا فلور كده ويحطوه في الصينيه، فاهمني؟ انا بقى عشان ما عنديش زيت زيتون، فانا برضو عملت المتاح عندي، قلت يعني هي في احلى من السمنه البلدي يا جماعه؟ طبعا لا، السمنه البلدي بتكون حلوه، لها ريحه حلوه. يعني برضو زيت الزيتون مش وحش، مش بقلل منه، بس هو مش متاح ليا، انا ما عنديش زيت زيتون بصراحه، ما عنديش. طيب فانا يعني مش بقلل من زيت الزيتون ولا حاجه، لا هو حلو، بس انا برضو قلت مش هينفع احط سمنه نباتي او زيت من عندنا من النوع العادي، دي مش هيكون حلو، هيبقى ليه ريحه، والسمنه النباتي برضو مش هتكون حلوه، هيبقى لها ريحه. فانا قلت اللي هيكون بديل للزيت الزيتون هيكون السمنه البلدي، الزبده البلدي اللي انا مسيحاها دي هتكون بديل لزيت الزيتون، هتكون لها ريحه حلوه وطعم حلو في نفس الوقت، فاهمني؟ فطبعا دي برضه الواحد بيزود افكار من عنده على الحاجه اللي هو شافها والمتاح ليه بيعملها، دي كله عشان متاح ليا انا، عشان انا مش متاح ليا الفراخ عملت لحمه وز، علشان انا مش متاح ليا زيت الزيتون حطيت سمنه بلدي، فاهمني بقى يا جماعه؟ ولفيت كل رول كده زي ما انتم شايفين، الرجاج زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله زي العسل، انا عاملاها على الصاجه زي ما انتم شفتوا. ولحمه الوز انا عملتها في البصل زي ما شفتوا كده، وكانت برده كان في توابل في الشوربه، وحطيت برده توابل تاني، وما شاء الله يا جماعه والله كانت فوق الخيال، اكله فوق الخيال. فانا بقى طبعا زي ما انتم عارفين الجو حر جدا جدا، وانا كنت صايمه وشوفوا خلاص ما كنتش شايفه، فانا ما قدرتش بقى اعمل معاكم الملوخيه. عملت ملوخيه ومكرونه على فكره من الشوربه دي، عملت ملوخيه ومكرونه، فانا ما قدرتش اعملهم معاكم قدام التصوير، لاني بصوا ما قدرتش طايقه الحمار وخدت فتره شويه، يعني ارتحت شويه ورجعت كده، رحت بقى عملت مع البوتاجاز الملوخيه والمكرونه، عملت مع البوتاجاز علشان يعني ما تقولوش ايه، بالشوربه اللي هي انا كنت سالقه فيها الوز، بس بسم الله ما شاء الله كان زي العسل. هنا انا حطيت الرجاج اللي انا لفرور باللحمه اللي هي فيها بصل كتير، لحمه الوز يا جماعه، فاهمين؟ اللي هي بديل للحمه الفراخ. الاكله دي عند الاردنيين والفلسطينيين الاخوه المحترمين الطيبين دول بيسموها مسخنه، هما بيسموها المسخنه، فاهمني؟ فطبعا انا عملتها كده. معرفش بقى دول تاني بتسميها ايه، بقية الدول بيسموها ايه، بس طبعا انا مش هعملها حلوه زيهم، ومش هكون بالطريقه بتاعتهم هم، فاهمني؟ بس بسم الله ما شاء الله كده الملوخيه كانت خلصت، والاكله كانت خلصت. انا خلي بالكم كان مجرمش، انا حطيت عليه كبشه شوربه سخنه على الرجاج دي بعد ما طلع من الفرن، عشان هو كان مجرمش قوي، يعني كان مجرجش من بره ومن جوه طري وحلو، ومن بره كان مجرمش، فاهمني؟ فانا حطيت كده كبشه صغيره شوربه، ادي المكرونه اهي، وادي الملوخيه، وادي الاكله اللي هي المسخنه اهي. يا رب تكون عجبتكم، فيديوهاتنا بتعجبكم، نكون خفاف عليكم، ونكون دايما بنساعدكم، نقدم لكم معلومه حلوه، ونكون دايما عند حسن ظنكم. فما تنسناش بقى بالمشاهده وتشاهدوا لنا الاعلانات يا جماعه، عشان الاعلانات بتجيب لنا ارباح، وتعملوا لنا كده عجبات، وتعملوا لنا مشاهده حلوه علشان نستمر وقناتنا تكبر، نفضل موجودين معاكم ونفضل مستمرين معاكم. بشكركم وبحبكم في الله، الف شكر ليكم، الف شكر لاي حد بيقول كلمه حلوه في حقي، الف شكر لاي حد بيعمل لي اعجاب،
الف شكر ليكم جميعا من داخل مصر ومن خارج مصر، لجميع اي دولة كده بتخش عندي وبتشترك عندي وبتشجعني وبتدعمني. الف شكر ليكم يا جماعة، شكرا من اعماق قلبي. يا رب تكون اكلتنا عجبتكم ونكون قدرنا نوصل للاكلات الحلوة اللي هم بيعملوها. وبسم الله ما شاء الله كانت روعة جدا. يا رب اكون بقدم لكم معلومة حلوة تستفيدوا منها. واوعى تنسوا محمد بقى بالاعجاب والمشاهدة وتعليقكم الحلو. انفعلوا يا جماعة، انفعلوا مع الفيديو، اعملوا لكم كومنت حلو، اعملوا كومنت حلو او حتى وحش او نصيحة. اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الف سلامة.